وزارة التموين هتعمل أول هايبر ماركت بإشراف الحكومة واسمه كاري أون. وزارة التموين أطلقت أول علامة تجارية حكومية موحدة لجميع منافذ البيع. يعني بدل ما في منافذ حكومية لبيع المنتجات وكل منفذ شغال لوحده، لا، كله هيتلم تحت اسم واحد وهو كاري أون، وهيبقوا سلسلة فروع لهايبر ماركت كبير. يعني البقالين والجمعيات ومنافذ جمعيتي كله هيمشي بنفس الشكل والأسعار والسيستم. من الآخر الحكومة داخلة تنافس في السوق، ولكن من على أرفف السوبر ماركت العادي جدا، ولكن الأسعار فيها تكون موحدة وبسيطة وكمان واضحة جدا. الموضوع بجد كبير ومهم جدا. احنا بنتكلم في أكتر من 30,000 بياع تمويني وحوالي 8500 فرع من فروع جمعيتي و1060 مجمع استهلاك. يعني أكتر من 40,000 نقطة بيع في مصر، كلهم هيتطوروا ويبقوا تحت علامة تجارية واحدة. وطبعا التغيير ده هيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي بالفعل 3 سلاسل تجارية من مصر والسعودية والإمارات عندهم رغبة للمشاركة في المشروع ده. فأحب أقول لك سيف الفيديو ده وافتكر اسم كاري أون كويس، أو مش محتاج، كده كده شوية وهيكون حواليك في كل حتة.